بيع المنتجات للسياح. أيضا كتلة من النيران الآن أيضا تسقط من فوق أحد المباني إلى ساحة الميدان. يعني المعركة سوف تتحول بالتأكيد من يعني مرحلة إلى مرحلة سوف تتصاعد، والمتظاهرون سوف يستخدمون أساليب ربما أكثر عنفا لكسب المعركة. أيضا نيران أخرى هو ما ذكرناه قبل قليل من أن يعني قنابل المولوتوف بدأت تستخدم، ربما شاهد العيان التي ذكرت مروى نعم نفاها، لكنها الآن نحن نشاهدها الآن. هذه النيران يعني عادة هي قنابل مولوتوف زجاجة يصبون فيها بعض الأدوات المواد الحارقة ثم يشعلون فيها النيران ويلقونها من مسافة بعيدة لإرهاب الآخرين وإبعادهم عن ساحة ميدان التحرير. هناك أيضا حشد آخر خلفي سوف تظهره الكاميرا، هم يتجهون بمجموعة أخرى من المتظاهرين نحو ميدان التحرير، ربما تلمحه الكاميرا تحت. هم يتجهون الآن باتجاه الميدان، وبالتالي هناك يعني مجموعات عديدة تتحرك من ساحة كورنيش النيل، من شارع كورنيش النيل باتجاه ميدان التحرير، حيث التظاهرات والاشتباكات لا زالت دائرة. أيضا أشاهد من هنا من موقعي عدد كبير من المتظاهرين فوق كوبري 6 أكتوبر أو جسر السادس من أكتوبر، يرفعون اللافتات المؤيدة للرئيس، وكثير منهم ربما أراد أن يلقي نظرة على طبيعة الاشتباكات الدائرة الآن بجوار المتحف المصري. نلاحظ أيضا أن المتحف أضاء أنواره الجانبية من ناحية مقر الحزب الوطني سابقا، وهو كان مطفأ خلال الأيام القليلة الماضية. إحدى طائرات الهليكوبتر أيضا تحلق فوق سماء ميدان التحرير لمراقبة الوضع هناك، والاستغاثات ما زالت متواصلة من المتظاهرين هنا. طارق، يعني ابقى معنا. وأيضا زميلي أكرم خزام من فضل الحرة إلى القاهرة هو أيضا قريب من قلب هذه الأحداث.